امرأة تلقي بأطفالها من فوق الجسر. ما معقولة. الأم يمكن عاطفتها وإحساسها بطفلها مضاعف عن الأب. قد ما يكون طفلها مرتاح تشعر بالقلق والخوف عليه. ترمي بأطفالها من فوق جسر. شنو المبرر؟ يجي واحد يقول الفقر. يا معالم عاشت بفقر ما ينوصف، ماكو أي سبب ولا اكو أي مبرر. المرأة قبل 3 أشهر انفصلت عن زوجها، اللي ينقل الموضوع هيجي، وإذا ما انفصلت عن زوجها قدر وصار، واللي احنا ما نتمنى طبعا تصير هاي التفاصيل. ظهري أخذتهم من عنده بفت حجة معينة، ويبدو أنه تريد تشمرهم بالنهار بدجلة حتى تحرق قلبه. تريد تنتقم مثلا؟ تريد تنتقم بهالطريقة البشعة؟ واحد ينتقم بأطفاله، هو شنو ذنب الأطفال يبقون متبهذلين بين الأم وبين الأب، مزاجيات الأم ومزاجيات الأب؟ والله طلقها المفروض تشمر حرقتها بأطفالها. يصير هذا الكلام؟ موضوع يعني الانفصال وتفكك الأسرة ممكن تصير اثنين ما اتفقوا وانفصلوا. الأطفال المفروض الآن ولو هسه يمكن البعض اللي يتابع يقول ايش دعوه هالمثالية، المفروض اثنين يكون أصدقاء على الأقل، حفاظا على نفسية أطفالهم. مو صح يعني يأيدوني الأخوة حفاظا على نفسية أطفالهم، لكن احنا بعدنا ما واصلين هاي المرحلة مع كل الأسف. احنا الأم تبتز الأب بالأطفال، والأب أيضا يعنف أطفاله حتى يحرق قلبها. يعني انتم مو أول حالة انفصلتوا، ماتوا أزواجهم أو انفصلوا، بقن محافظات، بالفعل بقن محافظات على عوائلهن على أطفالهن. نساء كثيرات يعني ما ياخذ الوقت انه نستعرض. يعني الامهات العراقيات معروفين ربوهم افضل تربيه. ما اعرف اكو ازمه قويه بهالموضوع هذا، ما تعرف شنو القضيه. خلي نتابع هذا الفيديو لأم تلقي باطفالها بنهر دجله. ولا ابويا ولا ابويا ولا ابويا سويت ابويا ولا ابويا. يعني فوق ما مسوي عليه فضل ومنطينها جهال تشوفهم وانت مطلقه نوبه تبينهم. ولا ابويا ولا ابويا. قد ما واحد يريد يعلق ما يعرف شو يقول. هاي الام هي شويه اطفالها، خاف واحد يقول والله الاب احن وارحم. هي القضيه شويه نسبيه، اكو اباء زينين، امهات زينين، هم المفروض كلهم زينين.